موضوع غريب، ما لقيتلوش تفسير غير عند دكتور شيرين حلاوة جاري. صباح الخير. صباح الخير. مش هتنزل في الاسانسير؟ خايف يقع. اديك قلت احتمال يقع. ده ما فيهاش. وسواس قهري. صباح الخير. عدوانية مفرطة. أنا ما باخدش بكلامه، وإن كان على المرض النفسي كل واحد عنده مشكلته اللي تعباه، وأنا عندي مشكلة وما بنكرش ده. أديني بحاول أتعامل معاه على قد ما أقدر. إيه ده؟ بتبرق بتبرق إيه يا عم سلامة؟ أنا مش قايل لك ما تلبسش العربية بإيدك وأنت بتغسلها؟ ازاي؟ إزاي إيه؟ اسمع الكلام. وبعدين إيه ده؟ إيه الريحة دي؟ أنت بتستخدم منظف إيه؟ والله ما استخدمت حاجه، دي ريحتي. طب اوعى المساحة القانونية اوعى. تاني مرة ما تلمسش العربية بإيدك وأنت بتغسلها. ازاي يا بيه؟ هو كده، اسمع الكلام بقول لك. ماشي. لا قول لي يا دكتور، هو انا اغسل العربيه ازاي من غير ما المسها؟ يعني زي ما انا بركب العربية من غير ما اسوقها. زمر يا دكتور. هبقى اقلب لك نور المرة الجاية. اتفضل. دكتور شيرين عبد الوهاب حلاوة، استشاري أمراض نفسية وعصبية ومحب للشطرنج. إيه علاقة ده بده؟ أنا نفسي معرفش. حلوة اللعبة دي. الشاي يا دكتور شيرين. اتفضل. انت جايب كوبايتين ليه؟ للي حضرتك بتلعبه. خلاص حاسبه هو بقى، هو اللي عازمني. اللي يعرفني من بعيد يفتكرني مجنون، بس القريبين مني عارفين إن مش كده، بالعكس بيحبوني جدا. ما تلعب. وأنا كمان بحبهم جدا وما بتأخرش عن مساعدتهم. بقول لك يا دكتور شيرين، يا عبود، انا بقالي فتره كده كل يوم بحلم ان انا باكل كتير. يعني ده نتيجة حلم ولا كابوس؟ ايه؟ لا مفيش. طب مفيش في شغلتك اي حاجه للحوار ده، اي حل يعني؟ يعني بص، قبل ما تنام على طول دبها جامد، لو قمت هتبقى زي الفل ان شاء الله. ربنا يخليك لينا يا دكتور شيرين، ربنا يعمر بيتك يا دكتور. وعيادتي مفتوحة لكل الناس وفي كل الأوقات، بفيزيتا من غير مش مهم، كفاية السعادة اللي الواحد بيحس بيها لما بيساعد حد مين؟ ويخليه يتغلب على مشاكله في الحياة. هو انت ليه عامل عياده في نفس الشقه اللي انت عايش فيها؟ متوفر مش كده؟ لا بتفلسف. وبطلي اكل شيبس. ليه؟ انت عندك عقده نفسيه منه؟ هو يكون عندك عقده نفسيه؟ اصل انا كان في واحده صاحبتي زمان اسمها روان كانت بتخاف من البطاطس. بقى خلاص، انت مش هينفع تقعدي تحكي. هقول. انا دكتور، انا اسال وانت جاوب. اوكي. بطلي شيبس. بطلي. ايوه. انت جايه لي لغايه عندي، عايزه ايه؟ خلصت اهو. انت عايز ايه؟ انا يا ماما الدكتور، انت اللي جايه لي عايزه ايه؟ نسيت. بص، انا امبارح في ريجيسير كلمني كده على اوديشن، طبعا انت فاهم يعني. فلما رحت اكتشفت ان هو مشهد واحد. فانت طبعا كنجمه قلت ازاي؟ معقوله مشهد واحد؟ انا ما اقبلش اقل من البطوله. لا 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 لا، انا عملت بكلامك وقلت الحلم الكبير بيبدا بخطوه، فوافقت على المشهد. برافو عليك. لا مش برافو، الدور طلع واحده شمال. واحده شمال، وانت طبعا كبنت محترمه قلت استحاله اعمل دور واحده شمال. لا 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 خالص، عادي، حتى لو مش محترمه عادي، انا تمام، ما تمثيل كده وكده يعني. المشكله ان المشهد كان قدام استاذ كريم عفيفي.
كريم عفيفي النجم بتاع مسرح مصر، لا نجم ولا حاجه. وهيكون مات. لا يعني هو حصل له كسور بس. كسور بس؟ ده هيوديكي في 60 داهيه. ما انا قلت لك مليون مره اكتب لي على اي حاجه تهديني، انت مش راضي. المهدئات مش علاج، دي ممكن تتحول بعد شويه لادمان والمريض حالته بتسوء اكتر. طب ايه، اروح اولع في نفسي ولا اعمل ايه حضرتك يعني؟ ساعدني. مفيش غير حل واحد اللي انا قلته لك قبل كده، لازم يبقى في راجل في حياتك يمتص الغضب اللي عندك ده. سوري، انا سترونج اندبندنت وومن، وعمري ما ادخل راجل في حياتي يتحكم فيا. سترونج عليا؟ لا طبعا، ده اي كلام بقوله بس لما حد يسالني انت مفيش راجل في حياتك ليه. يعني تقدر تقول كده بداري وكسيتي. تقدر تقول يا دكتور، هو انا مين يقدر يستحمل واحده زيي؟ يعني عصبيتي وروحي اللي في مناخيري والمشاكل اللي ما بهتش غير لما بعملها. بصراحه كده يعني، تفتكر ان ممكن حد يبص لي في يوم من الايام؟ لو بيحبك اكيد هيقبل كل عيوبك. ده اي كلام. انا مفيش حد هيقدر يحبني. على فكره انا باجيلك عشان افضفض، مش يعني عشان تعالجني وكده. انت اصلا دكتور كفته ما بتفهمش حاجه. كفته؟ اه. سلام. البيت بيولع ولا ايه؟ الصوت عالي قوي. انا اسف، الوقت متاخر عارف، بس انا مش عارف انام. متشكر جدا. سليم، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه، في حاجه مضايقاك ولا ايه؟ لا لا. طب مش ناوي بقى تيجي عندي عشان اعالجك؟ وبعدين ده انا اعرفك من زمان انت والعيله. تعال اتفضل. عالجني ازاي؟ اعالجك يعني نقعد نتكلم مع بعض. ايه البتاع اللي انت لابسها دي؟ ها، تعال تعال تعال. بص انا كده كده ما بنامش بدري. تعال نقعد ندردش شويه. تعال تعال استنى. البيت بيولع ولا ايه؟ الصوت عالي قوي. انا اسف، الوقت متاخر عارف، بس انا مش عارف انام. متشكر جدا. سليم، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه، في حاجه مضايقاك ولا ايه؟ لا لا. طب مش ناوي بقى تيجي عندي عشان اعالجك؟ وبعدين ده انا اعرفك من زمان انت والعيله. تعال اتفضل. عالجني ازاي؟ اعالجك يعني نقعد نتكلم مع بعض. ايه البتاع اللي انت لابسها دي؟ ها، تعال تعال تعال. بص انا كده كده ما بنامش بدري. تعال نقعد ندردش شويه. تعال تعال استنى. انت عارف انت ايه مشكلتك يا سليم؟ ان كل الحاجات الوحشه اللي انت بتتوقعها انت اللي بتجيبها لنفسك. قريت عن قانون الجذب قبل كده؟ لا. قانون الجذب ده بقى يا سيدي بيقول ايه؟ انت لو توقعت حاجات كويسه هتجيلك، لو توقعت حاجات وحشه هتجيلك برضه. ليه بقى انت ما بتتوقعش او تتخيل حاجات كويسه؟ عشان عمري ما تخيلت حاجه كويسه وحصلت. كل اللي بتتخيله حاجات وحشه بس، مش كده؟ مظبوط. اذا كانت حاجات وحشه كبيره او حاجات وحشه صغيره. كبيره وصغيره كده يا دكتور بتحصل برضه. يعني قبل ما تحصل الحاجه الوحشه بتتوقعها دايما. اي حاجه وحشه. ايه يا دكتور الحركات دي؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا مفيش، انا بثبت لك بس ان انت ما توقعتش ان انا اخبطك بالكوره دي. يعني الموضوع ده في دماغك انت فقط، مش حاجه حقيقيه. انا بس كنتش بدي اخوانا، يعني مش عارف انك هتعمل الحركات دي. بص يا سليم، انت عندك حاجه اسمها وسواس قهري. دايما متشائم، دايما بتتوقع الحاجات الوحشه. عندك توحد. يعني انت مثلا عمري ما شفت لك صاحب جاي لك او انت خارج مع اصحابك او واحده صاحبتك او واحده عايز ترتبط بيها. ليه؟ انا يعني الحقيقه عندي شويه تفاصيل غريبه كده محدش يعرف عنها حاجه. قول. يعني انا مثلا ما احبش حد يقرب ناحيه حاجتي خالص خالص. اصحابي مثلا كلهم بياكلوا من الشارع. انا عمري ما اكلت من الشارع يا دكتور.
يعني انا من اول ما جيت وانا مثلا نفسي اشرب ميه، عطشان جدا، بس معرفش مين اللي لمسها قبلي. انا كنت بعرف واحده او حاجه، كان بيبقى مطلوب مني يعني، او عايز امسك ايديها مثلا، فاقعد اغسل ايدي 100 مره بعد ما امسك ايديها. ما دي مش طريقه برضه واحده تستحملها يعني. قول لي انت مين اللي تستحمل واحد عنده التفاصيل دي كلها؟ بصراحه كده يعني، تفتكر ان ممكن حد يبص لي في يوم من الايام؟ يا دكتور سامعني؟ موجودة اللي ممكن تستحمل كل ده، موجودة اللي تبقى في توافق بينها وبينك بشكل معين. بكرة أنا عامل جلسة جماعية الساعة 7 بالليل، يا ريت تحضر. إن شاء الله مشكلتك هحاول ألاقي لها حل. لو اني مش متخيل ان مشكلتي دي ليها حل، بس ماشي. اشرب. تصبح على خير. حضرتك في ايه؟ مستحيل تجيبنا احنا الاثنين يعني. اوعى يا طري، انت ما شفتش تقدير غير في الجامعه ولا ايه؟ زقني زق يا طري. حاضر. مساء الخير. بقول لك ايه، فك لي ال 100 جنيه دي. بس طيب حلو، بس هي دي حضرتك بس هديها لك، هروح منك فين؟ هديها لك. اوعى يا عم التلزيق انت وهو. في تألق. استاذنك في المساحه الشخصيه اعرف عنك. روح هتجيبك. تجيبني؟ لا مش تاخدني دي خالص. دي هتجيبك، روح هتجيبك والله، روح. ما حكش الفانوس. بس ممكن بس حضرتك فلوسي يعني لو ينفع. واقفين هنا ليه؟ دكتور هو خد مني مبلغ. لازم 3 مرجع. يلا بينا يا جماعه. خش اتفضل. أنا النهارده قسمتكم مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة ب. مجموعة ألف دي بتاعت الناس الطيبين الحساسين الانهزاميين. دكتور شيرين، انا اصلا دماغي مريحه، بعدين ما تجملش الكلام، قول على الكوركات، على الطريه، على النعمه. دكتور شيرين، هو مسموح يعني ان احنا نهزق بعض؟ عشان لو مسموح اعمل حسابي واتهزق عادي يعني. لا طبعا مش مسموح. بعد إذنك يا رمزي ما تقاطعنيش. مجموعة ب دي مجموعة الناس العدوانيين اللي ما بيقدروش يتحكموا في أعصابهم، ولا إيه يا رمزي؟ قول يا مدرسه النفسيه يا مملكه. يا ابني عايز تولع؟ ولا معاك ولاعة؟ ما بدخنش والله يا دكتور. عموما أنا جمعتكم النهاردة عشان تساعدوا بعض. نساعدهم ازاي؟ لما يعيطوا يعني نطبطب عليهم؟ دماغك الموزه ده في عيال كبيره. حاجه إيه مش معنى البني ادم يبقى محترم ان دمعته تبقى على خده يعني. ايه ما يا بابا، ما حدش خصك بالكلام. لو سمحتوا، اصل هو بيقول لو لي سمحتوا. ما بيرد عليا. بعد اذنكم وانتوا قاعدين محدش يرد على حد ومحدش يقاطعني. انا فكرتي ان كل واحد من مجموعه الف هيصاحب واحد من مجموعه ب عشان يستفيد منه. كل واحد عنده صفات كويسه يا ريت يكتسبها من الاخر. متفقين؟ لا. كويس، يبقى اتفقنا على خيرة الله. دكتور شيرين، تسمح لي بس اني انقب عن حاجه يعني. اسمها اعقب يا ابني، تنقب دي ده لو بتاع بترول. اتفضل. يا دكتور دول عدوانيين جدا، انا مش هقدر اواكب العدوانيه دي. نو واي. شايفه طار ازاي يا دكتور؟ قول للعيال على القهوه ايه طيب وانا بلاعبهم، اقول لهم بزي العيال طريه. يا جماعه ده برنامج علاج انا حاطه، اللي مش عاجبه يتفضل يمشي. خد ياض، خد تعالى اقعد يلا. يبقى متفقين ان انتوا كلكم هتخشوا معانا في العلاج. لا حول ولا قوه الا بالله. عندي ده مدرسة. انا قررت مين هيأنتم مع مين. وائل انت هتبقى مع رمزي. ليه يا دكتور؟ ليه؟ ده هتبقى لعبتي ياض يا طارق، يلا ما ارجع فيك شمال ويمين. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ولا كلمه تانية انت حر. انت كنت برضه جمال مع سماح. ايه هتتكلموا مع بعض. هي تعرف عنك حاجات، انت تعرف عنها حاجات، وهكذا. سليم ايه بقى؟ هو في غيرها؟ قصدك ايه؟ قصدي اللي قصدي. عموما انا مش هلاقي توزيع جغرافي احسن من كده، الباب في الباب. انتوا الاتنين مع بعض. دكتور عايزك. خير.
عايزك يا دكتور. اوعى. خير. خير ايه؟ ايه؟ لو سمحت شوف لي حد تاني غير البنت دي، انا مش عارف اتعامل معاها. ممكن تديني المهزوز اللي جوه ده؟ هو احنا هننقي درايه سليم؟ انت مش عايز تخلص من الوساوس الغريبه اللي بتجيلك دي اكتر واحده هتساعدك. دي اللي هتساعدني دي؟ اه انت ما شفتش يا دكتور؟ ده عطس وسلم عليها عادي، مسكت ايده وايه حاجه مقرفه جدا. لو سمحت انت اعتبرني منسحب، انا مش هكمل. منسحب؟ يعني هتسيب نفسك بقى للحكايه دي؟ انت عارف لو ما اتعالجتش يا سليم ممكن يحصل لك ايه؟ انتحر؟ يعني حتى لو ما انتحرتش على الاقل هتروح روح ايه؟ ها؟ تخيل انت بقى. متخيل ايه؟ تخيل. تخيل ايه؟ يلا عشان جهزت الكهرباء. كهرباء قوي، ايه ده؟ يا دكتورة ايه النظام؟ عامل ايه؟ ما فيش حاجه، هتاخدي تليفونه وهو هياخد تليفونك، اتكلموا اتقابلوا اخرجوا انقلوا خبراتكم لبعض. وماله؟ انت معاك عربية صح؟ معايا عربيه. مصلحة، تعالى بقى وصلني الشغل. ايه وانا اوبر؟ يعني ايه اوصلها الشغل؟ يا عم وصلها، لعلمك دي بتشتغل ممثله ومطربه، يعني هتوديك اماكن عمرك ما شفتها قبل. دي اماكن عمري ما هروحها اساسا. يا سيدي جرب، ولا تروح ايه اروح؟ ها؟ منهجك في العلاج استثنائي. استثنائي. ها خدتوا تليفونات بعض؟ خد تليفونه؟ انا تليفونه معايا. تليفونه نفسه مش نمرته. طيب عموما عايزك بقى ايه تظبطه وتوري له بقى خبراتك. انا هعمل معاك الصح. تعالى. الحقني يا دكتور. ايه؟ ما تقلقش ما تقلقش، قال لك هعمل معاك الصح، لو قال هيعمل الغلط كنت تقلق. يلا معاه. اتس اوكي. تعالى كوكو. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا 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 لا، دي مجنونه مجنونه خالص يا عيني. ايه ده؟ دي مختله. دي بقى تعيش في جنينه حيوانات مع قرود، ما هي بره زيها. انما انا مالي انا مالي انا. رد عليا، انا ذنبي ايه؟ مش فاهم انت عايز ايه دلوقتي يا سليم؟ عايز ايه ازاي؟ انت فاهم انا كنت هموت كام مره النهارده؟ والحمد لله يا سيدي انت سليم اهو، ما متش وزي الفل. وانا ايه لازم اجي لك ميت بقى عشان يبقى في مشكله ولا ايه؟ سليم انت عايز ايه؟ انا عايز اقول لك حاجه. لو نظام علاجك ده ماشي بالطريقه دي فانا يا سيدي مش عايز تعالج، خلاص انا تمام كده. خلاص يا سيدي انت حر، بس روح قول لها انت بقى بنفسك الكلام ده. ده بنفسي؟ انا مالي انا؟ انت قول لها. لا انت اللي تقول لها، مش زميلتك في برنامج العلاج. روح بنفسك واجهها وكلمها وقول لها يلا. لا انا مش هقول لها انا، انت قول لها. هي دي مشكلتك يا سليم، ان انت بتخاف تواجه. بالعكس دي عندك فرصة كويسة قوي، ممكن تكتشف في نفسك انك انت تقدر تواجه الناس. روح واجهها، كلمها، قول لها بجد. لما تواجه هتتبسط. حلو، يعني دينتي نفسك وكتبتي على نفسك شيك وهتشتغلي عند الراجل ده ببلاش بقية حياتك. المنت اللي لعبها صح، بس وديني ما انا سايباه. عايزه تورطي نفسك تاني؟ ما تبطلي بقى. وبعدين ازاي الافندي اللي معاكي يعني فضل ساكت على كده؟ افندي مين؟ سليم. وانت كنت عاوزه يمنعني مثلا؟ معاش ولا كان اللي يمشيني على مزاجه. بطلي الانعاره الكدابه اللي انت فيها دي بقى. طب وانت كنت عايزني اعمل له ايه بعد ما كان مرتبي عليا؟ اتكلمي مع شريكك في برنامج العلاج ووصلوا مع بعض الحل. ده على اساس ان هو بقى خطيبي ولا جوزي ان شاء الله؟ يا ستي ولا خطيبك ولا جوزك، بس الراجل عنده عقل، على الاقل هيفيدك بدل التهور بتاعك ده. طب ممكن نتكلم مع بعض باسلوب احسن من كده ولا ايه؟ ايه هتعملي ايه؟ هتبوظي لي العربيه ولا اوعي تقربي من العربيه؟ يا عم روح، يا عربيتي دي كحيانه معفنه. المهم اي مشكله بعد كده خدي راي سليم واستفيدي من افكاره. راي ايه؟ هو عنده راي؟ ده مرعوش. يا ريتك تبقي مرعوشه زيه، على الاقل مش هتتهببي وتعملي التصرفات بتاعتك دي. هو فين؟ هو مين ده؟ سليم. ما سبت له الكلب ونزلت من شويه. ايه؟ سبتي له كلب؟ سبت له مايلو. مايلو مش مايلو، ده عنده فوبيا من الكلاب. ايوه بس مايلو ما بيعملش حاجه اصلا. هو كلب. ماريو مش ماريو ماريو. مين؟ مايلو. ايا كان. يا عم هو يعني هيعمل ايه يعني في نفسه؟ مش فاهم. المشكله مش الكلب يعمل ايه في نفسه، سليم يعمل ايه في نفسه. لما ربنا يوصل. ايه ده مايلو معركه حصلت ولا ايه؟ سليم. سليم. ايه موتي؟
يا سليم. انا هنا ستاند باي يا دكتور. ايه، بص انا عايزك تشوف الحكايه من الجانب الايجابي. يعني مثلا تقول لي ايه رايك في الفيو من فوق؟ والله الفيو سرير وكتب وزي ما انت شايف. هنهزر، ما تطلع تشوف الفيو بنفسك. طب ما نطلع معايا المشكله. اطلعي. ما هو ده ايه ده كمان. احيانا بتبقى لينا حسابات معينه، بس في نفس الوقت القدر بيكون ليه حسابات تانية، والقدر بالذات محدش بيعرف يغيره. طالما سبت شغلك، ايه اللي مقعدك عندك؟ خد اول طياره وتعالى، واول ما تيجي هتلاقي شغلانه محترمه جدا في بورصه دبي. طياره ايه يا ماما؟ ما انت عارفه مشاكلي مع الطيارات. المشكله دي في دماغك انت لوحدك. اقول لك، اول ما تركب الطياره خد منوم ونام، مش هتحس بحاجه ابدا، هتلاقي نفسك وصلت. منوم ايه؟ انا ما باخدش منوم اساسا. بقول لك ايه، ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين؟ لا مفيش تاجيل، كلمه واحده واللي قلته هيتنفذ. هتتجوز نهى يعني هتتجوز نهى، انا كلمتي ما بتنزلش الارض. الله. خلاص ماشي. لما طب اكلم بعدين. مع سلام. السلامه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ عمي ده ملك الكرسي. ليه وانا كاتعه؟ بطاقه. قطعه؟ مش عارفه لازمته ايه الخروج، ما كنا قلنا البقين دول في البيت وخلاص. معلش انا مرتاح كده في وسط الناس. ماشي. كنت عايز ايه بقى؟ والله إن كان عليا انا معايز. ولا انا والله. هو شيرين بقى قال لي ان انا لازم اجي اتكلم معاكي بما ان انت شريكتي في برنامج العلاج الغريب ده. بالراحه عليا. ايوه ما انا معاك اهو والله، بس انجز يعني. فدلوقتي هما كلمتين بقولهم. يا ريت. بصي بصراحه كده يا هند. استنى. ايه في؟ هي البنت دي بتضحك عليا مش كده؟ هو انا شكلي في حاجه غلط؟ بص كده. مش عارف. ممكن. مالي طيب؟ ايه يا موزه، شايفه رجوزه قدامك بتضحكي عليه؟ نعم. هو انت بتكلميني انا؟ لا ما تكلمكيش. استنى انت. انا مش همشي من هنا غير ما اعرف انت بتضحكي على ايه، ولو ما ضحكتش هعمل مشكله. لا ثانية واحدة بس، هو انت في حد كلمك اصلا؟ ده ايه الاشكال البيئة دي؟ في البيئه؟ مالك فيها؟ بيئه يا مجنونه انت! اوعي تقلب معايا. لا ايدك دي للاكل بس. للضرب كمان. ايه؟ يا نهار اسود. هتضرب بنت؟ مش ايه؟ ماليش في ضرب الحريم. اي منشينها في دي. يا نهار اسود. ما ضغطتوش ليه؟ انت مين؟ مين ايه؟ انا حاسس ان عايز اروح مكان كده. يعني انت شايفه جاي يهجم عليك، كنت خده مقص حراميه، او جيب اي كرسي وانزل على نافوخه بيها، او اكسر اي ازازه هوشه كده بيها، اديله شلوت في البنكرياس، اديله بالروسيه في مناخيره، بس مش كده، ما تقفش ساكت كده. انت عايز تقول حاجه؟ ايه الاخبار؟ مفيش خناقه وعدت، بس سليم اتضرب جامد الصراحه. خناقه؟ هو سليم بيعرف يتخانق؟ لا ما هو انا اللي اتخانقت. طب انت اتخانقتي، هو يضرب ليه؟ ما هو انا مديت ايدي على راجل زيه، فعشان كده هو اللي اتلسوع. بسببك يعني؟ ما تقولش بسببي، قول نصيبه كده، وانت كل حاجه تلبسها لي. ماشي. المهم حالته عامله ايه؟ مفيش، بسيطه يعني، شويه ارتجاج على شويه كدمات كده. ثانيه شويه ارتجاج؟ عنده ارتجاج في المخ؟ في يا جماعه، هو انتوا عمركم اتخانقتوا قبل كده؟ عادي. لا يا ستي، سيبنا لك الخناقات انت والبلطجه. اوعي من قدام يا بنت، اوعي. سليم الف سلامه عليك. ايه اللي حصل؟ يا سلام. بقول لك ايه يا جدع، انت مالكش دعوه بيا خلاص. اقطع معايا. واللي بره دي لسانها ما يخاطبش لساني تاني. ايه اللي بره دي؟ هو انا ماليش اسمي هند على فكره. ما ايا كان، انت مالكيش علاقه بيا خالص من النهارده. ده بدل ما تشكرني بعد ما انقذتك من تحت ايد الطور اللي كان هيموتك. اشكرك على ايه؟ هو اصلا كان هيمشي. الطور ده اصلا هي اللي ضربته، قام الطور ده ضاربني انا اتضرب ليه انا بقى في حاجه زي كده؟ الحمد لله حصل خير. اسمعني، انا خارج هذا النظام العلاجي. طيب هي موجوده اهي، قول لها بنفسك. لو انا اقول لها ليه؟ ومش برنامجك انت؟ لا انت. ماشي، اقول لها انا. حاضر. اتفضل. بقول لك ايه، نعم. دلوقتي هو سليم عايز ينسحب من برنامج العلاج، هو مش قادر يواجهك صراحه يعني، فهو بيقول لا انجز. بيقول ايه؟ ما بيقول عليك يعني.
ايه؟ بيقول ان انت مجنونه. ايه؟ وبيقول مختله كمان، ومكانك الطبيعي تبقي في جنينه الحيوانات، وخاصه مع القرود. انت قلت عليا كده؟ ايه؟ بص انا مش هحاسبك المره دي عشان انت عيان. اجيب لك حاجه تشربها؟ انا نازله الكافيتيريا اجيب لك. يلا. برنامج علاج هايل. انا عايزه تفسير واضح وصريح للي في وشك ده. حادثه. انا قلت لك في التليفون ان هي حادثه. انا مش فاهم ايه لازم بقى تجيبوا طياره وتاخدوها وتيجوا هنا عشان تشوفوا الحادثه بتاعتي. والله حادثه برضو؟ على فكره يا ماما ده كداب، شكله كده متخانق. ولد انت اتخانقت؟ وايه انا لما يتخانق عادي، واحد اتعرض له في السكه غتت عليه اتخانقوا مع بعض، صح؟ ويا ترى اتخانقت ليه؟ عشان الشغالات زي باباك؟ احنا مش هنخلص من الموضوع ده لا ولا مش ايه؟ هنخلص. ما خلاص بقى يا جماعه، خلينا في الاستاذ وموضوعه. انت مالك انت يا رخمه انت اصلا؟ انت جيتي معاهم ليه؟ سبتي عيالك وجوزك وجيتي ليه؟ شايفه يا ماما بقى انا رخمه؟ معلش يا حبيبتي، اصله طالع لابوه. صريح واضح. مدب. وبعدين احنا مش هنبطل طولة لسان ولا ايه؟ في يا جماعه؟ انتوا جايين تتخانقوا هنا ولا ايه؟ ما كله بسبب حضرتك. خلاص احنا هنقعد معاك بالظبط يومين وبعدين نسافر دبي وانت معانا. إيه لا، ما هو مفيش ما هو. وعلى فكره كلم بنت خالتك نهى، قلبها وكيلها عليك. لا، بنت خالتي دي رخمه جدا. انا كمان ما بفكرش في الجواز. ليه؟ صغير؟ لا مش صغير، ما بحبش نهى، ما بحبهاش. عايزه طلب. مين قالك انه جواز يعني حب؟ ما تبص لنا انا وابوك، ايه؟ بنحب بعض وجوازتنا ناجحه جدا. انت هتجوزي الواد غصب عنه ولا ايه؟ اه هجوزه غصب عنه، ابني وانا حره فيه، اجوزه وقت ما احب واختار له اللي احبها. شكلك كده معلم وقعت في نهى رسمي. طب انا اخش الحمام ولا استاذن بقى ولا اعملها لكم هنا؟ عارفه يا ماما ابنك كده شكله يعرف واحده تانية. ممكن قوي. من شبه اباه فما ظلم، ويمكن تكون شغاله. وبعدين بقى يا احلام مش هنخلص من الليله دي بقى وبعدين ولا بقى صبري، لا مش هنخلص. نعم. الحقني يا دكتور، في مشكله ومش عارف اتصرف ولا اتكلم مع مين. مشكله ايه؟ تمام. ماشي. خلاص سيبنا انا اتصرف. ما انا قلت لك. لا ما تشغلش دماغك. يلا سلام بقى، سلام. كده الطابية اتحركت. كده الوزير لازم يتحرك. بطل هز، عصبتني. الله. حبيبي معلش اتاخرت عليك، المول كان زحمه موت، ما عرفتش اعمل. اتغديت؟ ايه ده؟ عامل ايه؟ ايه ده؟ معقوله ايه المفاجاه دي؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا طنط؟ ساره مش كده كان دايما بيحكي لي عنك، عامله ايه؟ انا عمري ما حكيت لك. لا حكيت. انت مين يا ماما؟ انت مين؟ ايه ده؟ هو سليم ما قالكوش ولا ايه؟ انا خطيبته. خطيبته؟ الله اكبر. ايه انت فرحان؟ معناته ايه الكلام ده؟ ايوه معناته ايه الكلام ده؟ اهدوا، معناته ايه الكلام ده؟ ما تبطل هزار بقى يا ياسين. واعمل لي فيها مالكش في الحكايه خالص، ده انت في قلب الحكايه. ولد انت مين البت دي؟ دي جارتي. جارتك وداخله البيت كده عادي واقفه في وسطينا كانها واحده مننا. اخدته بالحضن يا ماما وقالت له ياسين. لو سمحت بلاش رخامه. برنس زي ابوك. سليم رد عليا، بطل كلام، رد عليا. علاقتك ايه بالبنت دي؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه، مصر نورت. مش وقتك خالص والله يا دكتور، مش وقتك. ثانيه واحده، انت يا ولد علاقتك بيها ايه؟ وقته ده، هو ده وقته. انت لا مننا ولا علينا بقى. دي بالنسبه لي ايه؟ خطيبته. نعم. انا عكيت الدنيا ولا ايه؟ يعني قصدي جارته، يعني خطيبته. كده يا سليم بتخطب من ورايا، من ورا امك؟ ما حصلش يا ماما. ما حصلش؟ امال مقعدني بيتك بقالي 3 شهور بأمارة ايه ان شاء الله؟ ايه؟ انا وسليم مع بعض بقالنا 3 سنين، والمفروض قايل لكم ان احنا هنتجوز. انتوا ما قلتلهمش يا توتي ولا ايه؟ توتي؟
توتي ولا سيما؟ لا سيمو وساعات توتي. اسمعي يا بنت بيك خالتي، اسمعي، ايا كان اللي بينكم انسيه، انسيه خالص، لان ابني هيجوز بنت خالته المتربيه بنت الناس. بنت خالته؟ الكلام ده بجد؟ قولي انها بتكذب، قولي انها بتقول اي كلام عشان تبعدنا عن بعض. على فكره يا طنط انا وسليم بنحب بعض جدا، قول لهم على كل الاحلام اللي حلمناها مع بعض. انا ما حلمش في حاجه والله. البيت والعيله ودي انا جايباها لنفسي. ما ترد عليا، انت كنت بتكذب عليا؟ ها؟ ايه دي؟ كنت بتكذب عليا؟ اكيد ما كنتش بتكذب عليا، مش كده؟ عشان اللي بينا ده ما كانش مجرد قصه حب، اللي بينا كان اقوى من الحب. صح ولا ايه؟ خلاص يا بنتي خلاص، انا دمعتي قريبه يعني. خلاص يا بنتي يلا خلاص. سميتي مش حرام عليكي؟ لا بترحمي ولا بتخلي رحمه ربنا تنزل؟ مش حرام تكسري قلب عصفورين حلوين زي دول كده؟ تمسك بحبك. بس بقى بس، ولد هتتجوز بنت خالتك ولا لا؟ لا قول لا. انت واضح يا جماعه ان الجو اتكهرب والدنيا متوتره. بعد اذنكم تعالوا معايا هنقعد بهدوء كده وافهمكم كل حاجه. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا بيه. افهم وقول لي. اتفضل يا بيه. قصه حب ايه يا ست اللي بينا دي؟ الحمد لله قوي انها جت على قد كده. ده كده ربنا هداه قوي عن الاول. ليه كان بيعمل ايه؟ يوه ده كان خاربها، واحده طالعه وواحده نازله لدرجه ان الجيران اشتكوا قالوا مش معقوله يا جماعه. سليم ابني يعمل كل ده؟ بس انا اللي غلطان، انا اللي اخترت غلط، انا السبب. الجينات مؤثره جدا. طلع لابوه فعلا. لا انا ما اقصدش يعني، بس انت عارف ابوه كويس، انما عشان اوصل للمرحله اللي سليم فيها دي محتاج لي يمكن 2000 سنه. 2000. بص يا جماعه انا شايف ان مادام قلبه ارتاح لواحده واختارها نسيبه على راحته. يا سلام، يعني انت عايزه يسيب بنت خالته عشان البنت دي؟ ما هو لو خد بنت خالته غصب عنه بعد كده ممكن يعرف عليها اكتر من واحده ويعك الدنيا. على رايك، ما هو العك سمه في العيله، غيره عك وفضحنا فضايح كبيره قوي في دبي. كان يوم اسود يوم ما عرفتي. ما خلاص بقى يا بابا، خلاص يا ماما، خلينا في الموضوع اللي احنا جايين فيه. يا جماعه خلونا دلوقتي في مشكلتنا. انا رايي ان انتوا تتكلوا على الله وتسافروا بالسلامه طبعا يعني، وهو بقى يتجوز اللي هو بيحبها وخلاص. ده على جثتي. هيسافر معانا دبي وهيتجوز بنت خالته وهيسيب البت دي. بس لاحظي حضرتك ان انت كده يعني بتحركي الفيل. ايه؟ فيل؟ يعني انت بتلعبي شطرنج؟ انا بلعب شطرنج. يا ترى ماما هتعمل فيها ايه؟ ما هو شيرين هو اللي قال لي امثل دور خطيبتك وهيديني 500 جنيه. سبوبه يعني اقول لها لا؟ 500 جنيه رقم برضه. شيرين ده هيوديني في 60 داهيه. بس مش عيب تبقى شحط كده وتخلي امك هي اللي تختار لك؟ امك؟ ثم انا مش موافق على اختيارها. يعني مش قادر يعني تقول لها لا؟ ما تقول لها لا وخلاص. ده احترام. ماشي احترمها، بس يعني اللي ياكل لقمه مش على مزاجه يبقى لا مؤاخذه. لا مؤاخذه ايه؟ وانتوا جايين تهزقوني ولا ايه؟ بص انا هساعدك، بس اهم حاجه تبقى ثابت على موقفك كده وما تنخش لحد ما امك ما تخلع، يا اما بقى هتلبس في بنت خالتك دي على طول. لا نوع؟ اه لا دي رخمه حقيقي. ده انتوا عيله ثقيله اصلا. مستحيل كلكم على بعضكم. بنت انتي أيوة. اطلعي بره ورجلك ما تهوبش هنا تاني. ليه بس يا طنط؟ ده انا زي بنتك، حرام عليك. مالكيش دعوه ببنتها مش بيتها زيك. ايوه مالكيش دعوه ببنتي، اطلعي بره. يا جماعه اهدوا بس يا جماعه اهدوا، مش هينفع كده. من فضلك يا دكتور ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. انا هاخد ابني واسافره دبي وهيتجوز بنت خالته نور. مش هينفع. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان مش هينفع. ايوه، ايه اللي مش هينفعه؟ عشان هند خطيبته حامل. الله. نفسي اغمى عليا. عايزه ايه؟ فراوله. ظهري. سليم هو مات ولا ايه؟ لا فلا الله ولا فالك اهو بيبربش اهو. ده لسه في الروح. انتوا عايزين مني ايه؟ يا ست حامل ازاي يا ست وانا جيت جنبك؟ ايه الحق علينا ان احنا بنساعدك يعني. ساعدين انتوا بتخربوا بيتي وتقولي فين ماما؟ ده ماما. اهدى انا هقول لك هي فين. اهدى بس اهدى.
انا عايزك تبص للجانب الايجابي من الموضوع. خلص بقى، خلص وسيبك من الكلام ده عشان مفيش جانب ايجابي هنا خالص. لا ازاي؟ امك اللي هي مامتك يعني حركت الفيل ودي غلطتها، بس انا كنت مستعد لها بالحصان. والله برنس. طب امه دي بقى مش ممكن تعمل تبيته عشان تهاجم الحصان؟ اه طبعا وضع طبيعي، ما عملت تبييته. امال انا كنت فين؟ انا مستعد من بدري. فيل ايه وحصان ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا خربتوا بيتي. فين ماما؟ هما راحوا فين؟ ماما! هي بص انا اقول لك حاجه، بس يعني هي راحوا خدوا شقه مفروشه يقعدوا فيها لغايه اما يسافروا دبي. بس الجانب الايجابي بقى اللي انا بحكي لك عليه انها مش عايزه تشوف خلقتك تاني، دي اهم حاجه، التبييته اللي انا قلت لك عليها. اسودها. ليه كده؟ ليه كده؟ امك كانت عايزه تكشش الملك، بس على مين؟ ده احنا معلمين. اطلعوا بره. بره! هو ايه اللي بره؟ هو احنا شغالين عندك في ايه؟ احنا كنا بنساعدك. تخربوا بيتي وتقولوا لي بتساعدوني. لا يا عم ده يوجع لنا دماغنا. ايدك يا عم على فلوس، خلينا امشي. يلا اديها الفلوس يا سيدي يلا. فلوس ايه؟ انتوا خربتوا بيتي. بقول لك ايه، شغل الحمراء ده مش عليا. انا موتي وسامي اللي ياكل عليا حقي، انا عايزه حقي. ايوه صح، حقها اديها 500 جنيه. لا 500 جنيه يا حبيبي، انا كنت هعمل دور واحد، انا عملت دورين، ليا 1000. ايه 1000 ايه؟ دورين ايه؟ دور خطيبته ودور الحامل، والحمل بقى محتاج مصاريف ووحم ولبس واسع ومخده مكان العيل، مصاريف يعني. اديها. ايه انتوا مجانين ولا ايه؟ اطلعوا بره انتوا الثلاثه. يلا احنا الثلاثه مين يا انت وهي والمخده دي. يلا يلا على مهلك عشان المخده ما تقعش. هاتي المخده دي. ما تبطلي تلقيح بقى. بعدين الواد كبر، سيبيه بقى يختار زي ما هو عاوز، ويختار اللي هيعاشرها في حياته كلها. لا، انا اللي خلفته وانا اللي ربيته وانا اللي كبرته، يبقى انا اقول يعمل ايه وما يعملش ايه. ده رايق احلام، واحنا بنخلف العيال عشان نذلهم ولا عشان نمتعهم ونبسطهم يعني؟ يعني ايه يعني نمحي شخصيه الولد كده خالص وما نخلوش يختار اللي هو عاوزه ونذله باعتبار انه يعني واحد ابننا يعني؟ مساء الخير يا جماعه، معلش انا قطعت الوجبه الجميله. ثانيه واحده، افهم من كده انك موافق على عمايل الولد ده؟ طبعا موافق، وانت كمان لازم توافقي حضرتك. ثانيه واحده، انت موافق؟ ايوه حضرتك، خلاص الفاس وقعت في الراس، البنت حامل، يعني ممكن تبقى فضحتكم بجلاجل لو انت ما جوزتهاش. هو حضرتك مين؟ انت تقرب لنا؟ بجد القضيه دلوقتي بقت صعبه جدا. البنت دي ممثله، يعني ممكن تطلع في اي برنامج وممكن تفضحكم بجد. نعم، هي اللي هتفضحنا؟ طبعا، لانها ممكن تطلع بقى في السوشيال ميديا والانترنت، تنزل بقى الفضيحه، وممكن مش بعيد يعملوا هاشتاج حق هند. ده بجد؟ طبعا بجد، غير بقى جمعيات حقوق الانسان ممكن يتدخلوا، ممكن يتكلموا عن الفضيحه، وده يضر شغل حضرتك في دبي جدا. يعني ايه؟ يعني لازم توافقوا على انها تتجوز. على فكره الدكتور شيرين بيتكلم صح، واحنا لازم نلم الدور شويه يا احلام، نخلي الواد يتجوز البت حتى ولو قدام الناس بس. مش انت اللي تقول نجوزها، انا بس اللي اقول. طبعا حضرتك امه، وانت اللي تقولي طبعا، وتشوفي انه الاحسن بالنسبه له، ان هو يتجوزها ولا لا. بصوا، احنا نجوزها له. ايه ده؟ دي فكره غريبه جدا، مين اللي قالها لك دي؟ بس مش معقوله، يعني معقول اتجوزها له؟ خلاص انا قلت هنجوزها له، يعني هنجوزها له. والله يا ماما صح، عندك حق. ماشي على خيرة الله. الف مبروك. تخيل يا دكتور ان انا ماما بتصل بيها مش بترد عليا، فكلمت بابا كده رد عليا في الخباثه، قال لي ان هي محرجه ان هو يرد عليا اصلا. انت متخيل حاجه زي كده؟ تقلقش خالص، يعني قريب قوي هتلاقيهم بيكلموك والميه ترجع لمجاريها يا سيدي. انت جايب الثقه دي منين؟ وانت عارف حاجه ولا ايه؟ لا خالص، من ساعه اخر مره شفتهم فيها في المطعم هنا في هنا؟ هنا. انت متعرفش ماما دي عامله ازاي؟
انا نفسي بس ترد عليا مره اقول لها ان كل ده اصلا كذب، ما حصلش. كل ده كده وتضيع كل اللي احنا عملناه يا سليم. ما يضيع اللي احنا عملناه، واحنا عملنا ايه يعني؟ ايه اللي احنا عملناه ان اهلي اتصدموا فيا بعد كل ده؟ ايوه. ايوه ايه؟ هو ده اللي انت كنت عايز توصل له؟ طبعا يا ابني. لا انت منهجيتك في العلاج غريبه بس لا انت كده انت اللي عايز تتعالج. ما تقلقش، انا احكي لك حكايه كده حصلت زمان. كنت عايش في منطقه شعبيه. كان في راجل غلبان في حاله طول الوقت، بقى ايه، ماشي في حاله ولا ليه دعوه بحد ولا حد ليه دعوه بيه. كان في واحد تاني شايف نفسه قوي، كل ما كان يشوف الراجل الغلبان ده يقوم ساكعه على قفاه. الراجل الغلبان ده كان يقول له ربنا يسامحك، وخلاص يجي تاني يوم ضربه على قفاه يقول له ربنا يسامحك، لغايه ما جه في يوم جه الراجل اللي هو شايف نفسه ده لقى الراجل الغلبان ده قدامه جاي يضربه على قفاه. راح الراجل الغلبان لف وراح مديله حته قلم كل المنطقه سمعته. الراجل طبعا اللي هو شايف نفسه ده ما صدقش نفسه. انت عارف بقى ايه اللي حصل بعديها؟ ايه اللي حصل؟ مسك يا عين الراجل الغلبان ده واداله علقه ما ياكلهاش عمر في مطلع، بنيات وشلالات واقلام وكل اشكال الضرب. الراجل يعني اتقطع. وبعدين طيب ايه اللي حصل؟ بس الحكايه خلصت على كده. خلصت ايه؟ خلصت على كده يعني. ما الراجل ده خلاص يعني ضرب جامد يعني. انا استفدت ايه من حكايه زي دي؟ دي حكايه محبطه جدا. لا يعني استفدت ان افهمك بس ان الراجل اللي شايف نفسه ده ما بقاش يضرب الراجل الغلبان التاني، لانه خلاص شاف رد الفعل حتى لو ضعيف. بس اسمه ايه؟ رد فعل. ده اللي انا قصدي عليه. الانسان بطبعه لما بيلاقي رد فعل من اللي قدامه بيعمل له 1000 حساب. امك دلوقتي، مامتك اسمها مامتك، ماشي، امك دلوقتي عرفت ان ليك رد فعل، بعد كده هتعمل حسابك في كل حاجه يا سليم. شكلك هتخسرني العالم بس استثنائي.